السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ظاهرة وخز الأطفال بإبر مجهولة تعود من جديد للساحة الجزائرية، حيث تعرض تلميذ يبلغ من العمر 15 سنة لوخز بإبرة من طرف شخص مجهول في ولاية قسنطينة بالشرق الجزائري، وذلك بعد خروجه من المدرسة. وبعدها مباشرة قام الشخص المجهول بالفرار، وتم نقل الطفل مباشرة على جناح السرعة إلى المستشفى الجامعي ابن باديس بقسنطينة، وذلك بعد ظهور انتفاخ مكان الوخز، وقد خضع لمعاينة دقيقة لمعرفة المادة التي كانت بداخل الإبرة والتأكد من إذا كانت هذه الإبرة سامة أم لا. وقد تكررت الحادثة بعدها بمدة قصيرة في ولاية برج بوعريريج بالشرق الجزائري وولايات جزائرية أخرى مثل المسيلة وعين الدفلة وتبازا. وفي فيديوهات أخرى ظهرت امرأة وهي ترتدي النقاب لتغطية وجهها وتطلب رؤية يد الأطفال للبحث عن أطفال زهريين، ثم تقوم بوخز الأطفال بإبرة وتفر هاربة. هذه الظواهر الغريبة تسببت في قلق الشارع الجزائري الذين انقسمت آراؤهم، فمنهم من قال أن هذه الحملة ممنهجة لنشر الأمراض والفيروسات بين الأطفال، ومنهم من يقول أنها لأغراض السحر والشعوذة والعياذ بالله، ومنهم من أرجع السبب في أن هؤلاء المجهولون يبحثون عن أطفال زهريين لاستعمالهم في أغراض السحر والشعوذة. فنطلب من الأولياء الحذر في التعامل مع هذه الظواهر الغريبة.